هو ايه اللي حصل للكابتن عبد الله جمعه اللي كان بيلعب في نادي الزمالك؟ انا اقول لك. بص يا سيدي، لما كان الكابتن حسين لبيب ماسك الرئيس المؤقت لنادي الزمالك، جاب عبد الله جمعه وجدد معاه العقد واداله شيكات ممضيه من الكابتن حسين لبيب مقدم تعاقد. وبالمناسبه الشيكات دي لحد النهارده ما اتصرفتش، ومع شيكاته مش عارف ياخد حقه. بس ما علينا، ولعب ساعتها مع النادي عادي من غير ما ياخد مستحقاته. لحد كده تمام. اللي مش تمام بقى ان نادي الزمالك استغنى عن الكابتن عبد الله جمعه قبل قفل القيد ب 48 ساعه بس، يعني حتى ما ادالوش فرصه ان هو يشوف نادي تاني. ونادي الزمالك طلع بيان ان هو تم فسخ عقد عبد الله جمعه بالتراضي ما بين الاثنين، هو ما اتفقش معاهم ولا حاجه وحطوه قدام الامر الواقع. اتكلم واقول ان تم فسخ العقد بالتراضي ما بين نادي الزمالك وما بين عبد الله جمعه كابتن، وده ما حصلش، يبقى في حاجه غلط. طلع بقى اخوه الكابتن صالح جمعه وقال انا اصلا كنت متواصل مع الكابتن احمد سليمان قبل القيد، وقال له ايه موقف عبد الله يا كابتن عشان نلحق نتصرف. فالكابتن